دكتورة انا عندي جيوب انفيه ومبقاش فيه مضاد حيوي مأثر فيا. شوفي لي اي حاجه كده بنعرفها تكون حلوه تأثر فيا، لان انا مبقاش فيه اي حاجه جايبه معايا نتيجه. مضادات حيويه ايه اللي ماشيه عليها؟ امال هخف ازاي يعني من غير مضاد؟ طب هل بيجيلك الدور اكتر من 4 مرات في السنه والمره بتقعد اكتر من 7 ايام؟ كتير يا دكتورة، انا مبقتش بعاني. انا اسفه جدا لو بقاطعك، بس المشكله اللي عندك دي في الجيوب الانفيه مش هتتحل غير بالتفانك. اديها التفانك يا دكتورة. ايه يا دكتورة بتبصيلي كده ليه؟ ما هو المثل بيقول اسأل مجرب واوعى تسأل طبيب. بصي، احنا عندنا 8 جيوب في محيط الانف، والجيوب دي بتفرز سائل عشان لما تيجي تاخدي نفسك تحسي بالترطيب والراحه. ده غير ان فيها اهداب عشان تفلتر الهواء. ممكن يحصل التهاب لو دخل ميكروب مع الهواء، او ممكن الالتهاب يحصل اصلا من غير ميكروبات خالص. هقولك ازاي. لو تعرضنا لمواد بتهيج النسيج المبطن للجيوب الانفيه، زي مثلا دخان السجاير، شعر الحيوانات، التراب، حبوب اللقاح، انت ممكن يكون عندك تحسس لحاجه فيهم وانت مش واخد بالك، او ممكن يكون عندك لحميه او مشكله في تشريح الانف. فايه اللي يخلينا ساعتها محتاجين اصلا مضاد حيوي؟ عشان كده انت لازم تعرف السبب الرئيسي ورا التهاب الجيوب الانفيه. اقولك ايه اعراض التهاب الجيوب الانفيه المزمن؟ مخاط كثيف بينزل على الحلق، والم وضغط على الوجه او الاسنان، وانسداد كلي او جزئي في الانف، وده يخلينا نضطر نتنفس من الفم، وده سبب من اسباب الرائحه الكريهه للفم، وكمان حاسه الشم بتقل. ممكن يحصل التهاب جيوب انفيه حاد اللي غالبا بيجي بعد عدوى فيروسيه. فقبل ما ناخد المضاد الحيوي احنا لازم نتشخص صح، ونبعد عن الحاجات اللي احنا عارفين او شاكين انها ممكن تعمل لنا تحسس، زي شعر القطط، التراب، دخان السجاير، بعض المعطرات والبخور. ونغسل ايدينا كويس جدا عشان نبعد عن العدوى قدر الامكان، وندفي منطقه الانف والفم كويس جدا. مضاد الحساسيه بقى ما ينفعش تاخده غير وانت متاكد ان عندك تحسس، غير كده هو مش هيعمل لك حاجه، لاني بشوف ناس بياخدوه بحجه ان هم عندهم التهاب في الجيوب الانفيه. اما بخاخات ميه البحر فعلا بتطهر منطقه الجيوب الانفيه، والمضاد الحيوي ما ينفعش تاخده غير لو كشفت والطبيب شاف ان حالتك محتاجه.